السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ والله انا فعلا بغيب، مش بقول لا، بس مش عارفة يعني دايما ولا في شير ولا اشتراك ولا يعني مفيش اهتمية من الاخر. مفيش اهتمية ان انا يعني آه، انا بحبكم انتوا، يعني بتعامل معاكم انتوا، بتعامل مع اصدقاء واصحاب، واللي بتبعتوه لي كلام يعني مقنع وجميل جدا. انا مقتنعة بيه ومبسوطة بيه. اما بقى اللي انا بقوله ان واحدة زميلة برضو في الشغل، زميلة محترمة جدا وجوزها محترم جدا، كانوا الاتنين في الشغل مع بعض وفي مدرسة يعني. الاتنين مش في المدرسة يعني مش طالبات، مدرسين. فاجتمع يعني ده حبوا بعض يعني اجتمعوا واتجوزوا وكده. هو تقول لي هو كويس جدا وطيب، بس عصبي لدرجة أخيرة. يعني لو عملت أي حاجة غلط البيت يتهد ويتقلب. عصبي. فهي هي معاها ولدين منه ومستحملة. تقول لي حتى يعني لو نسيت حتى البوتاجاز حتى والع على الأكل وقمت بعد شوية طفيته عادي. ازاي انك تسيبيه؟ ازاي انك ازاي تقول متحملة 30 سنة؟ مش عصبي، عذاب. بس اهو ابو ولادي وجوزي واحنا اتنين موظفين في نفس المدرسة، فبقالي 30 سنة وانا متجوزة. انا بزعق، يعني انا بلاقي لما بفتح الشريط، يعني لما بخلص بلاقي الصوت عندي واطي قوي، ان انا صوتي واطي اصلا فبيطلع واطي. مش قصدي الكلمة يعني. ف... فهي يعني بتقول ولادها اتجوزوا، الولدين اللي كانوا معاها اتجوزوا. فقالت له اقف، كفاية بقى، كفاية يعني، كفاية عصبية قوي كده، اهدى بقى. انت بتعصب قوي، وانا زيك زيك، انا شغالة زيك، وولادي اتجوزوا ومشيوا. هتحملك، لازم اتحملك وتحملني، بس لازم يكون فيه هدوء شوية. خلاص انا برضو 30 سنة برضو اتحملتك، تعبت برضك. فبص لها كده، لا انت اول مرة تقولي الكلام ده. قلت له فعلا انا اول مرة اقول الكلام ده، عشان لقيت ما منوش فايدة بقى العصبية خلاص. اهدى بقى شوية. انا فعلا انا وانت في البيت هتعصب ليه ولمين؟ وانا بعمل ايه غير ليك انت؟ اكل شرب كلك انت، فبتعصب ليه اصلا؟ وانا شاربة من الشغل يعني. فسكت وما ردش عليها. على فكرة انا معلي صوتي شوية عن الاول. سكت وما ردش عليها، وراح قعد في البيت ملوش دعوة بيها، ياكل يشرب يغير، ملوش دعوة بيها خالص نهائي. حتى اوضه النوم بتاعتها مبقاش يخشها، خلاص بقى يقعد في الصالة، ينام في الصالة. ففي الآخر بعد ما قعد ونام في الصالة راح ماشي. قال لها لو عايزة تطلقي اتطلقي، أنا ما كنتش استنى منك إنك تقولي لي كده. قالت أنا ما قلتش، هلا اهدى شوية، ادي الكلمة اللي أنا قلتها. قال لها لا، وأنا مش هرجع، وشوفي أهلك وكل واحد يروح لحاله. ليه كل واحد يروح لحاله؟ هي عملت إيه؟ تقول لك اهدى شوية، أنا أعصابي باظت. يعني 30 سنة صريخ وزعيق وصريخ خلاص يعني تعبت. المفروض ان انت بقى تطبطب عليها، ربيت لك عيالك، فتحت لك بيتك، عمرها كله راح. فيعني مثلا عندها
مثلا عندها عيال عندها 30 سنة، إن هي يعني مش عارفة أقول إيه، بس يعني الرحمة، أدي وجهة نظري يعني. أي واحد عصبي يعرف إن الست دي برضو لحم ودم زيه، لازم يهدى شوية، لازم يعرف برضو إن يعني مش عارفة أقول لكم إيه، بس لازم تستحملوا. إحنا نستحمل وأنتوا تستحملوا. أنا بقول لك كده، وأنا عندي عيل محمود عنده في سنة رابعة، موريني العذاب اللي في الدنيا كله. أنا ساعات أجي أصور أروح رامية التصوير ولا حاجة من تحت راسه. بقول لازم نهدى، وأنا ما بقدرش أعمل كده، إن أنا أستحمله. هو طفل أهو، أمال لما يكبر شوية، أمال لما يتجوز، أمال. فلازم أي راجل عصبي يعرف إن الست دي ليها حق، ليها حق إن هي يعني يطبطب عليها. سيبك من أي شيء خالص، كلمة الطبطبة بس لوحدها ليها أماكن كتير قوي. كلمة إن أنت تجيب لها وأنت جاي مثلا يا سيدي باكوبوزو، شيبسي، مش هقول لك بقى شوكولاتة، مش هقول لك لا، أي حاجة صغيرة خليها بالليل لما العيال يناموا، كليها. حتى لو انت قاعدة كده في الصالة لوحدك، اقعدي كليها. طب ما جبتش للعيال ليه؟ ابقى اجيب لهم حاجة غير بتاعتك انت مش حقك ده، بس انا عايزة اجيب لك اكتر من كده. بقى بالذمة كده، ولا لما تتعصب؟ اصل بتتعصب كل شيء بيقف. لكن لما تقول كلمة حلوة، وتجيب لي كلمة، وتجيب لي حاجة حلوة وانت جاي، حاجة بسيطة، مش عارفة اقول لك يعني انا عايزة ايه، يعني انا مش فاهمة اقول لك. يعني لبانة، شوكولاتاية صغيرة كده، مش هقول لك كبيرة كده. دي حاجات بالدنيا كلها، حاجات بتنسي الواحدة طول النهار شغلها. إذا كانت شغالة، وإذا كانت يعني إحنا بنبقى شغالين والبيوت بتبقى محتاجانا، وعيال بيطلعوا ما يتشين أمنا. أنا مش هتكسف وأغلط، لا بغلط أهو. يعني روح تقول للعيل يجري هات باكو شاي مثلا، باكوين شاي، يهد قلب اللي جايبني عشان يجيب لي الحاجة، عشان بقى اضربه بقى، يبقى هجري وراه في الشقه وابهدل الشقه ويطلع لي على السراير، السراير تتبهدل، يبقى انا بهدلت البيت. وفي الاخر عيل، في الاخر مش فاهم حاجه. انت اللي غلطانه، بتمشي ورا كلام عيل. يا قلبي، هو احنا كل حاجه احنا اللي شايلينها؟ والعيل ده مش عارف ان دي وهيتحاسب عليها وقاعده عليهم. لما عملت الفيديو ده عملته من ايه؟ من اللي انا عايزه اخرج منه، من الفيديو كله يعني. أنا بقالي داخلة في ال3 سنين بعمل فيديوهات، ومع ذلك شير واشتراك مش عارفة 1000 دخل مش عارفة 1200. 3 سنين أما مقدرش بعمل الشير والاشتراك. أقول اللي عايز يحط يعمل، اللي مش عايز يشترولي، لأني يئست خلاص. يعني مش عارفة أقول إيه، بس يعني أنا عايزة الرحمة. إن كان عيل يرحم أمه. حاضر يا أم، ربنا اللي قال كده مش أنا. حاضر، انزل هات كذا كذا كذا، حاضر. حتى لو مش هتنزل، حتى لو هتستنى شوية، بدل ما تعمل نفسك مش سامع وهي تتعب قلبها في النديه والزعيق. حاضر يا أمي، كلمة حاضر دي هتتعبك في حاجة، هتضايقك في حاجة. لو البنت مثلا شافت أمها بتشتغل في الشقة أو بتعمل أو بتسوي. أنا عندي واحد اللي بيعملوا ضوافرهم، البنت بتعمل ضوافرها والواد ما بيسمعش الكلام، محمود في سنة رابعة. بتحملهم، بتحمل عشان لازم اتحمل. طب اعمل ايه؟ اسيبهم وامشي؟ اسيبهم لمين؟ وانا جديده شويه في تربيتي،
لو أي عين إن هو كده أحس إن أنا فشلت، أم فاشلة. ما بحبش إن أكون أم فاشلة، ما بحبش أنا صاحبة بيت فاشلة، ما بحبش أنا صديقة فاشلة. أنا عن نفسي بتكلم عن نفسي أنا، ما بحبش أي حاجة بحب كل حاجة صح، يعني كل حاجة عشان كده باخدها على أعصابي، نرفزة وأعصاب و... لا ومنرفزة. أنا بتكلم عن نرفزة وأنا مش وأنا اللي بتنرفز، بس هي صاحبتي اللي قالت لي على القصة فأنا بحكيها يعني. أما بقى هحكي يعني زي قصة برضو إيه، اسمها من صديقة، سمعتها من صديقة برضو، بس قصة مش عارفة إذا كانت حلوة ولا وحشة. شابين جايين من الأرياف يشوفوا شغل هنا، يشتغل زي أي حد. فالمهم دوروا على أوضة، فلقوا أوضة بعد 60 دور. أنا سمعتها من صاحبتي برضك، من واحدة صاحبتي، من 60 دور، طبعا تلاقوا كلكم سامعينها. فالمهم خدوها وعملوا باب حديد وقعدوا فيها. فالمهم نزلوا شغلهم في أسانسير طبعا، نزلوا شغلهم الصبح بالأسانسير عادي. رجعوا لو الأسانسير عطلان. إيه عطلان؟ يعني إحنا هنطلع 60 دور؟ نبات في الشارع؟ لا. قال له كل دور خليه ب20 سنة، تشيل من عمرك 20 سنة أو تطلع 20 سنة. قال له إحنا نطلع 20 سنة الأول؟ قال له طالعين يضحكوا يهزروا ومش عارفة، ويقولوا على الجيش، يقولوا على الجواز، يقولوا لغاية ما عدوا إلى 20 سنة، قصدي إلى 20 دور. طلعوا بقى هيبتدوا يطلعوا من الدور 20 لل40، بياخدوا 20. فابتدوا بقى إن هم جواز وطلاق ومحاكم وأسرة، هما بيحكوا لبعضهم هما طالعين يعني الدنيا كده، وشغل متبهدلين فيه، وزوجة يعني مش يعني محاكم بقى وانتوا عارفين، أطفال. والمهم جم لغاية 40، داخلين بقى على 60، تعب، سكر، مرض، حان ظهر، شعر أبيض، يعني ابتدى بقى خلاص إن هم يهلكوا من أطفال لشغل لسفر لطلقات كل ده كانوا بيحكوا هم طالعين. فجم بقى عند 60 وخلاص ظهر محني وتعبان. في ناس عند 60 بيكونوا تعبانين جدا، وفي ناس عند 60 بيكونوا شباب جدا لسه. فبيقول له خلاص احنا وصلنا لل60 الدور يعني. قال له ده انا نسيت المفتاح في جيب الشغل. هم ماسكين الباب الحديد كده، وقالوا بعد 60 مش هنقدر نحارب تاني، اترمي في الارض. راحوا مرميين في السطوح وناموا وخلاص. فالنهارده بس انا بحكي لكم حاجات بسيطه عشان بقالي كتير ما طلعتش. والشير والاشتراك بعدين. بقالي 3 سنين. عارفين انا عايزه كام؟ عايزه 100,000 إلا 1000، يعني 99,000. مين يقدر يجيبهم؟ مين يقدر يعملهم؟ أنا راضية بكل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.